فيلم كفري عن خطيئتك لأم السينما المصرية عزيزة أمير وزكي رستم. أنا لم أبحث عن أبناء من وراء الزواج، لأن السينما هي ابنتي الوحيدة التي أنجبتها. عزيزة أمير هي فعلا أم السينما المصرية، لأنها كانت أول منتجة ومخرجة عرفتها السينما المصرية. قصة كفاح من أول فيلم أنتجته، وهو فيلم ليلى سنة 27، واللي واجهت فيه مشاكل وقدرت تحلها. وفي تاني عمل ليها فيلم بنت النيل سنة 29، واللي برغم منها استعدت له إلا إنها برضه غيرت المخرج مرتين، وفي الآخر اضطرت هي تخرجه في الآخر. تالت عمل ليها فيلمنا كفري عن خطيئتك، اللي ألفته وأخرجته وقامت ببطولته وطبعا أنتجته من خلال شركتها إيزيس فيلم. عملت دور واحدة هندية قصت شعرها جرثوم عشان يلائم الشخصية. قصة الفيلم عيلة هندية عبارة عن أب وابن وابنة. الابنة اسمها مهاتا جومي. الأب بيحس بتعب في أعصابه، بينصحوا الدكاترة يجي مصر عشان صحته. الابنة مهاتا بتتعرض لحادثة وبينقذها شاب مصري بتتعلق بيه من غير ما أبوها التعبان يعرف، ولا أخوها السكير العربيد اللي عايز يجوزها بالعافية شاب غني. مهاتا بتهرب من أخوها وخطيبها اللي عايزين يبعدوها عن حبيبها اللي بتستنجد بيه يخلصها من عذابها من أهلها. أبوها بيموت من غير ما تعرف، خطيبها الهندي بيدور عليها لحد ما بيلاقيها في اسكندرية وبيرجع بيها مصر أثناء غياب صلاح حبيبها، وبيطلب منها انها تكفر عن خطيئتها. بيظهر لها روح ابوها وبتاخد سم، بيدخل حبيبها صلاح في اللحظة الأخيرة بعد ما بتموت. قام بدور الابنة مهاتا عزيزة أمير، واللي عمل دور أخوها السكير زكي رستم. زكي رستم من أهم الممثلين في السينما المصرية، واللي اتولد سنة 1903 في قصر جده الباشا في حي الحلمية. سنة 1920 حصل على شهادة البكالوريا ورفض يكمل تعليمه الجامعي واختار هوايته لفن التمثيل. قابل الفنان عبد الوارث عصر اللي ضمه لفرقة هواة مسرحية، وبعدها انضم لفرقة عزيز عيد المسرحية، وبعدها اتحاد الممثلين، وبعدها انضم للفرقة القومية اللي كان بيرأسها الفنان خليل مطران. قعد فيها 10 سنين، وهيبقى في حلقة خاصة عن العالمي زكي رستم نظرا لأهميته في تاريخ السينما المصرية. اختاروا المخرج محمد كريم يشارك في اول فيلم ليه، فيلم زينب الصامت سنة 30 اللي اتكلمنا عنه في حلقة 19. بعديها عمل فيلم الضحايا سنة 32 مع بهيجة حافظ. كان تقريبا تالت عمل ليه فيلمنا كفري عن خطيئتك، تالت انتاج لعزيزة أمير. الفيلم اتعرض في 16 يناير سنة 33 في سينما فؤاد، وللأسف الفيلم فشل لأنه كان صامت في وقت كانت الأفلام الناطقة ظهرت فيه. قررت عزيزة أمير ما تخوضش تجربة الإخراج تاني، واكتفت بكتابة السيناريو والتمثيل والإنتاج. وبرغم كده هتفضل عزيزة أمير أم السينما المصرية. تابعونا.